سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة الأمجاد البراقة رغم الأزمان لها عبق تعلو رايات خفاقة وتضيء الزهر وتتالق رغم الأزمان لها عبق تعلو رايات خفاقة وتضيء الدهر وتأتلق شرفها الله بقرآنه لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة الأمجاد البراقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درسنا الرابع من سلسلة العربية بين يديك الكتاب الثاني. لا زلنا في الوحدة الأولى من من الكتاب الثاني من سلسلة العربية بين يديك. درسنا أمس النص الذي كان يتعلق بالصحة بين الماضي والحاضر، ونشكر الطلاب الذين قدموا التدريبات وحلوا التدريبات. اليوم لدينا درس نحوي يتعلق بأقسام الكلمة، وقد درسنا شيئا منه في الكتاب في المستوى الأول. الكلمة ثلاثة أقسام. كل الكلام كلمة والبو اللغة العربية كاملة صدح مد بين عقرتها صدح قيود وقفصة. أريد هل كان حربا إن كبر رجي أرضيدا آد إنه مهم وياه درسيان ودرسي أو مهم سن مادة النحوة أو قواعد اللغة العربية. مركا قفكي aan fahmin darsigan way ku adkaanaysaa duruusta ka dambaysa inuu fahmo. marka in lagu dadaalo ayaa loo baahan yahay. ardayga in la ogaado mustawihiisa marka la rabo fil bidaaya waxaa la weydiiyaa ayad suurad qur'aan marka lagu dhiibo ama loo dhiibo waa inuu kala saari karo ism wa ficil wa harf. waxay la mid tahay cashirkan aan ku tusaaleyn karnaa qof aan haysan furaha guriga meesha laga soo galo مفتاح البيت من البداية أو مفتاح الشقة مثلا، هل يمكن أن يدخل إلى غرفة النوم أو المطبخ أو غرفة الجلوس؟ طبعا الجواب لا، لأنه ما عنده المفتاح الأول الذي هو إيش؟ مفتاح الشقة أو البيت. الذي ليس معه هذا الدرس أو لم يفهم هذا الدرس جيدا لا يستطيع أن يفهم ما بعده من دروس النحو. فكل كلمة في اللغة العربية إما أن تدخل اسم في الخانة الأولى أو فعل أو حرف. طيب الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. اسم محل هذا مقع وحي مقع سوق له مقع سأما هنقض مقع بلا آذن، أما مقع هنقض حولها إيو مقالوينك، أما هنقض ميل مقعيد، أما وحي دون طبعا هنقض. انظروا هنا: اسم محمد، زينب، الناس، الوقت، الماء، الدجاج، خيار، بيت، مروحة، ممسحة أو ممسحة مثلا، أو قلم، دفتر. كل هذه ماذا؟ واسم ومقع. الثاني الفعل. فعل درسنا أن الفعل يكون فعل مضارع أو ماضي أو أمر. للتذكير مثلا جلس وحي فعل أهو دعيه وحي أكشنه على هذا الفعل. جلس وحبه أوفر يسقف كمال مقعد ما هنا ووحقف وسمعي. مارس، يحمل، يفضل، يكون، يختلف، اذهب، تناول. هذا يسمى ماذا؟ الفعل. ثم الحرف. الحرف وصور شيخنا سيد الدرسي بهر عن كسو قادني بارك الله فيكم. وإرياشة جملة دحقله وعديان معناها جملة أي ميليان prepositions كليرا و أو من في على أن لم يوحى لمتك. طيب
إذا الكلمة ماذا؟ اسم وفعل وحرف. طيب الآن تدريب. ضع كلمات الصندوق، كلمات كالصندوق أن كجرو واحد جلسة تحت الأقسام الثلاثة التالية. صدح قيبوضة صوصعد كلها دحقلي اسم وحي اسم دحقلي. هذا خبز بالوصي قري مرك خبز هذا هل كان كجرو والسجت جدونتا حيالي والوصي قريبا. فعل كان يصلي بالو قري يصلي هل كان بالغ صاري السجن والسجت جدونتا حرق ما هوست كسارا. وكذلك سيدا دخل محمد وعلي أو كلات مرك هل كان إنا جلسان أيالين كرباء إن شاء الله تعالى. طيب تدريب كلا أو إضافي ربا أرضي إن أنا أقدره بارك الله فيكم. وحان ربا إني أردد أخريان سورة من سور القرآن، سورة الناس مثلا، قل أعوذ برب الناس إلا سوى أخريه أو حد السمين جدول كانوا كله وحي اسمه وحد قلنا اسم وحي فعله فعل وحي حرفه في حرف مركا أرض والبحالة ربا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخره إنه هلكا سوق الكريه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. تدريب كاس يوم القادم أيال سوق قديمة أرض والبحالة ربا إنه كصودره عبر الأونلاين أما واتساب جروب كانوا صار كرا سيدا خاص أنا معلنكم وصودر كرا. الصفحة التي بعدها عندنا أيضا تدريبات حول الكتابة. تعبير موجه. تدريب رتب الكلمات لتصبح جملا. أن زينب سمينة تريد تكون، وأنتم تعرفون هذا لأن مر علينا في الكتاب الأول يونس ومر وقرنيسا. وحال ربعنا ترتيب 6 نقطان جملة صحة. مثلك أشعر بآلام كنت المعدة. الطعام من كثيرا محمد يتناول أخذ. بالإنسان وحن يعني مارتي حرف ماشي كلمة كجرين. الإنسان يصيب البدانة مرت علينا صحيح ولا لا؟ وهي السمنة يعني أي الكوي. الكثير الأكل. 5 الحمية. المرضى يتبعون أصبح. انتهى سبحان الله إن لسوق بإذن الله. تدريب 2 طبعا ماشي ودانا لغة كل يوم ماشي على غشقينا. التدريب الثاني قارن بين غداء الناس في الماضي وغدائهم وغذائهم في الوقت الحاضر. قارن بين غداء الناس في الماضي عنده ضدك يعوني جرين. طبعا عندنا كلمة غذاء وعنو. غداء هذه الدال تهينا وامحي وقدد لانش. غذاء الناس في الماضي وغذاؤهم في الوقت الحاضر. هذا وحي عنان ضدك يواجه وحي عوني جرين بدل ما أسكب بدلي مقارنة قسمة. ماذا ترى هنا؟ خيار مثلا مر علينا هذه الأشياء. خيار طماطم مثلا كما ترون هنا. إذا ماذا ترى في هذه الصورة وماذا ترى في هذه الصورة؟ اكتب عن كل صورة 3 جمل. وحاجة هذا وحاسي عن جرين وحاسي عنضان ككوبنتهاي dadku waxa socon jireen suurad walba waxa aad ku aragtid ayaad qoraysaa. طيب dadku waayadan dambe waxay aad u daneynayaan waxyaabaha fresh ka ah saad ka aragtaan halkaana waxyaabaha ka sacadaysan Pepsi ba halkaan ka muuqata ama Coca-Cola waxyaabaha kan maxaa la yiraahdaa jaamka ama المربى كما مر علينا أو كذلك وحنا مالنا ميونيز وحبة ما ماشان كم موضة هلكا كم موضة أودان تتكبريها عندما وحي نقناي حاجة وحيابها فريشكا مركي لقى شقي أيال رباه. بارك الله فيكم وحفظكم. طيب الصفحة التي بعدها أيضا اكتب نصائح مناسبة مستعينا بالصور. نحن درسنا في وحدة العناية بالصحة كثير من الكلمات. إذا محل قرب إنا نصيحة وقرطه قفل بو كامدة. هذا مثلا قصعدان وحليب كامل الدسم مرة عليه وفول فات كمركوية أو أنا سبق اللي قبل حينين أيا ليرة مركز نصيحة لسي لا تشرب الحليب كامل الدسم. طيب ماذا يعمل هذا الرجل؟ يضع سكر مثلا كثير في الشاي. ماذا تقول له؟ ماذا يفعل هذا الرجل؟ هذا الرجل يأكل الخبز الأبيض كثيرا سيدي كاو مغطو عنايا خبز أما مكاتي عد أما خبز كعد وايت بريد كليل هذا أي عنايا. إن كان حوسمين هي ماذا يأكل؟ إذا أكتب له النصيحة المناسبة. هذا الرجل أيضا ما هي النصيحة المناسبة التي تريد أن تعطيه؟
وهذا الرجل. طبعا إذا كان نصيحة طيبة لا تأكل نوع نوكرتا، كل نوع نوكرتا، كل الفواكه كما ترى في هذه الصورة. هذا الرجل هذا يأكل السمك، ماذا يفعل هذا الرجل؟ لعله يأكل الدجاج أو هكذا. إذا haddii ay tahay iijaabi ama wax fiican ood leedahay samee, iyo haddaa iska leedahay labadaba inaa u qortid ayaa laga rabaa. آخر شيء نريد أن نختم عليه تدريبات كاس إن شاء الله، وأنا كرر أنا كسر شقيسان. حوي التدريب الرابع علامات الترقيم. علامات الترقيم، ما هي علامات الترقيم؟ علامات الترقيم وحالي هذا علامتها لو استعماله مركز جوكسي أي علامة السؤال كأيو أي وحلو يقنا علامات الترقيم. حكم إذا نقطة جوكسي هذا المركز ما هذا اللي جا سيدا تناولت الدواء نقطة خلاص هذا الكود ما هذا جملوين كآخر كودة يفقرين كآخر كودة أما باراجرافس كأي على اللي جا. علامة الاستفهام وحال جا بعد السؤال من أين أشتريه؟ من أين أشتريه؟ العسل من أين أشتريه؟ هل كان كتا علامة السؤال مركو أين أخسر تواي؟ فاصلة، فاصلة ذو حال كلا بيحكي لي أرياء جملة اسكو حرحرا. زينب نحيفة فاصلة ومريم سمينة. زينب نحيفة جوكسي لما قلنا كره هالكاس محيا لي هذا الكل وسعلا. زينب نحيفة ويا ومريم سمينة جوكسي هالكاس وليه سمينة هوس أكتيدا نحيفا وأوجد تنفاصلة هي لذا كومودا أما بهاش اللي الإنجليش كويان. زينب نحيفة ومريم سمينة كان أودا بحال علامة التعجب حيابها لياب كله لسارة أما يرجع لياب سبحان الله وحلا لياب حال ضدكم استعمالا أما الله استعمالا سبحان الله. ولذلك هذه علامات الترقيم. مركز نيادة كوهاي مركز أدو حقوري سيدا نيادة كوهاي نقطة ماشي الله استعماله علامة الاستفهام كما شاء الله استعماله فاصل هذا ما شاء الله استعماله هي علامة التعجب. تدريبك أو قدام بيو أو أعرفه إن شاء الله كان واخد كواي واخد قرحين تواكسي قري كرتان. تدريبك أو قدام بيو أو مع عمل المنزلي كه أو اللي يندرعيه وحاوي إن شاء الله تعالى. كان قراءة حرة باقو قرن طبعا وصفحة دا إن إلى سعتها مرجينها إن شاء الله سأوجدان حوالي صفحة 20 وحكو قرن قراءة حرة. كتاب كان حليه النصوص ليلة قراءة حرة أو يردير قراءة حرة وحلوه كينيا كلمات أتقاضتي كوا أتقاضن بأسهول. اقرأ النص سو أخري وحل تدريباته في البيت قولي وكسو حلي لتناقشه مع زملائك في الصف ساد معاني كي أعرض ذا دوغلا دوده. من أضرار التدخين لببكا وكانوا التدخين والسيجار كوي marka kan ardayga looma dhigayo waxa la tijaabinayaa maadaama uu soo dhameeyay waxdadii ahayd al-inaaya bis-siha eray badan oo soo bartay in uu fahmi karo naskan. marka adiga imtixaan kugu tahay inaad fahantid طبعا waxaad ku arki doontaa taqriiban 30% erayo cusub oo aadan dhiganin ha ka baqin ka soco erayga garan weydo ka soco. waxaa laga rabaa baaragraafka inaad fahmi karto fikrada. ma macnaa fikrada؟ فقرة معناها من بداية هنا إلى نهاية هنا هذا يسمى ماذا؟ فقرة. فالمطلوب منك أن تفهم الفقرة فقط. المطلوب منك أن تفهم كل كلمة. إذا بدأت من هنا انتشر التدخين وكثر نسبة المدخنين وقوة السير في هذا العصر مما ينذر بازدياد المشكلات الصحية بينهم. وفقد ظهرت دراسات كثيرة أن هكذا أظهرت دراسات كثيرة أن التدخين يعرض الصحة لكثير من الأخطار. عندما تقرأ هذا الناس أو بعدما تقرأ هذا الناس المطلوب منك لعلك ستفهم 50% أو 60% تقريبا، وبعض الكلمات ربما لا تفهمها ما في مشكلة. المطلوب أن تكتب هذه التدريبات. التدريب الأول ضع علامة صح أو خطأ كفهنتي بعد كقريسة. وامتحان هذه الوقوت على قلي مثلا هذه الوقوت الدرس يتعلق بالطعام والشراب درس كلور دير أو الطعام والشراب كسب سنبال وكاني بل كنا كشقي بالوير واحد كفهمته حال ربع إن تكفهم كتير بقول كبا كونتن بقول كبا لحدن بقول كتواتن إنه فيريو. التدريب الذي بعده اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. أخطر مرض يسببه التدخين هو مركب دان وحال ربع إن دورتيت جوابته صح ده ما ألف باء مسوا باء مسواس جيم متبات كدورة نساء إن شاء الله تعالى. التدريب الثالث أجب باختصار سؤالهن ولا جواب يا إن شاء الله تعالى باختصار سكوما أو جواب بوجا يا لو شقينا يا سؤالهن. تدريب الثالث بوجا أيضا وصل شقينا إن شاء الله.
تن هل كان لغة شقينيا صل بين الكلمة والتعريف المناسب. إن كلمة دن هل كان قيحتان أما تعريف باكوران. هذا المحل مثال كسيو. إن مثلا أنت وحكو قران الجنس البشري رقم 2 حكو قران الجنس البشري وضدك على جوده هبا مناسب وأمرك كل الناس بتكو أدرس أنت كلا أذنك كسوش قينه. سل بين الكلمتين المتضادتين التدريب الثاني والكلمة وضدها. إذا سل بين الكلمة وضدها. الكلمة هنا وضدها في الجانب الأيسر. بارك الله فيكم. بهذا نكون قد انتهينا من الوحدة الأولى من كتاب العربية بين يديك والتي هي بعنوان الصحة أو كما درسنا سابقا عنوانها العناية بالصحة. وسندخل إن شاء الله في اليوم القادم الوحدة الجديدة الثانية التي هي بعنوان الترويح عن النفس. بهذا نكون قد وصلنا نهاية هذا الدرس. أشكركم على حسن الاستماع وشكرا لكم وإلى اللقاء. معكم أستاذ المادة عمر محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح. لغة الأمجاد البراقة رغم الأزمان لها عبق. تعلو رايات خفاقة وتضيع سهرة وتتالقه. رغم الأزمان لها عبق. وتضيء الدهر وتأتلق. شرفها الله بقرآن